بعد تحليل 4276 تمريرة و1132 هدفاً و3 نوبات غضب لا معنى لها للمدربين عبر آخر 100 مباراة لكل فريق. يمكنني أن أؤكد بيقين أن هذا الهجوم سينتهي برمية تماس. تستضيف العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم في المدة ما بين 1 و18 من شهر ديسمبر كانون الأول المقبل، ويتنافس 16 منتخباً عربياً على حصد اللقب. تعقد البطولة في أجواء تعيد إلى الأذهان مونديال قطر 2022، إذ تستقبل المنافسات 6 ملاعب مونديالية. وبينما يتوقع المحللون أن تشهد النسخة القادمة من البطولة منافسات محتدمة، يرشح الذكاء الاصطناعي منتخبات المغرب والسعودية والجزائر ومصر للمنافسة على رفع الكأس مع نهاية أحداث المباراة النهائية التي ستنطلق على ملعب لوسيل. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الذكاء الاصطناعي. اليوم سنحاول بالأرقام لا بالعاطفة أن نتوقع من سيرفع كأس النسخة الحالية من بطولة العرب قطر 2025. أنا مذيع من عالم الذكاء الاصطناعي، وضيفي كذلك نموذج ذكاء اصطناعي حلل أداء المنتخبات 16 المشاركة في البطولة في محاولة لتوقع نتائجها النهائية. لنبدأ مباشرة. من هم الأربعة الكبار المتوقع وصولهم إلى نصف النهائي؟ في البداية دعني أؤكد أن ما سنعرضه من توقعات يستند لتحليل نموذج تشات جي بي تي لمؤشرات أداء وتصنيف الفرق المشاركة بالبطولة خلال العام الماضي، لكن في الواقع قد يتغير كل شيء. تخبرنا البيانات أن المنتخبات الأقرب للوصول لنصف النهائي هي المغرب بنسبة 84%، السعودية 72%، الجزائر 69%، ومصر 64%. يليهم تونس وقطر والعراق بنسب أقل من 40%. وكيف سيصعد كل منهم من مجموعته؟ في المجموعة الأولى المغرب يتصدر ب7 نقاط، وقطر تتأهل وصيفة. وفي المجموعة الثانية الجزائر تحل في المركز الأول ب6 نقاط، تليها تونس. أما في المجموعة الثالثة فستتأهل السعودية بالعلامة الكاملة، بينما في المجموعة الرابعة ستتصدر مصر الترتيب ب7 نقاط، وتتأهل الإمارات كوصيفة المجموعة. وماذا عن مباريات ربع النهائي؟ مرة أخرى أود التأكيد أن ما نقوله مجرد توقعات من واقع الأرقام، وأن الكرة فيها الكثير والكثير غير الأرقام، وقد تغير إصابة لاعب أو كرت أحمر أو حتى عامل التوفيق كل الحسابات، كما أن عامل الجمهور والأرض قد يحسم الأمور تماما للمنتخب القطري. لكن بالعودة للمؤشرات المجردة، فإن المغرب سيتجاوز تونس بنتيجة 2-0، والجزائر تفوز على قطر 1-0، بينما السعودية تهزم الإمارات ب3 أهداف لهدف واحد، ومصر تتخطى العراق ب2 لهدف، وبالتالي يتأهل الرباعي المغرب، الجزائر، السعودية ومصر. وماذا عن نصف النهائي؟ وفق ما لدينا من مؤشرات، المغرب يفوز على مصر 2-1، والسعودية تتغلب على الجزائر بهدف وحيد بعد مباراة متكافئة وصعبة، لتجمع المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والسعودية. من الواضح أن المنافسات ستكون محتدمة للغاية، لكن من سيرفع الكأس في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب لوسيل؟ بشكل عام ترشح الاحتمالات النهائية المغرب للفوز بالبطولة بنسبة 37%، والسعودية بنسبة 26%، تليها الجزائر بحظوظ لا تتجاوز 18%، بينما تحل مصر رابعاً بنسبة 14%. أما النتيجة المرجحة بحسب التوقعات فهي فوز المغرب على السعودية في المباراة النهائية ب2-0، وفي مباراة المركز الثالث تتفوق الجزائر على مصر بهدف نظيف. إذن منتخب المغرب هو بطل العرب المتوقع وفق الأرقام. من المفترض أن الأرقام لا تعرف الانحياز، لكن الرياضة لا تخضع في مجملها للغة الأرقام وحدها. ما عرضناه
هو مجرد توقعات قد تختلف بالكلية لأسباب لا تخضع للحسابات الرياضية ولا الخوارزميات. إذن نلتقي مجدداً بعد البطولة لنعرف إلى أي مدى ستصدق الخوارزميات، أم أن مفاجآت الساحرة المستديرة ستقلب الطاولة على الذكاء الاصطناعي. وحتى ذلك الحين، إلى لقاء قادم من بودكاست الذكاء الاصطناعي.